كل سنة وانتم طيبين، ورمضان يا رب بدخلة الخير كده على الجميع يا رب. النهارده بقى اول يوم رمضان، وقلنا كنافة بالمانجا وحشانة جدا. فهنا هنجيب جبت نص كيلو كنافة. حطيته في الفريزر وبعد كده طلعته فركته، وهبتدي بقى احط عليه نص كوبايه سمنه واقلبه كويس جدا وادعكه كويس بالسمنه، علشان الحاجات الشرقيه بالذات بتحب السمنه وكده. فانتي بتحطي الكيلو كنافه كوبايه سمنه، النص نص كوبايه سمنه، تقلبيها كويس وتدخليها الفرن، وايدك فيها طول الوقت وهي في الفرن عشان تديكي لون واحد، ما تبقاش واحده محروقه وواحده مش بيضه وواحده كده، لا عشان كلها تطلع نفس الدرجه. بتقلبيها ايه، كل شويه تبصي على الصاج وتقلبيه في الفرن. خلاص. لو انتي هتقلبيها في حله على البوتاجاز طبعا هتاخد سمنه اكتر، هتاخد كمان تقليب طول ما انتي واقفه بتقلبي فيها، لكن في الفرن احسن بكتير. فانا كده دعكتها بالسمنه كويس جدا، وبعد كده هدخلها الفرن. تاني حاجه هنعملها، هنجيب كوبايه ميه ساقعه، تمام، ونحط عليها ربع كوبايه سكر وكوبايه كريم شانتيه ولو عندك بقى بستر كريم، كريمه خفق، كريمه لباني اللي هي البودر، حطي معلقتين. مفيش خلاص مفيش مشكله، والكريم شانتيه بيقضي الغرض وزي الفل. بس احنا بنعزز الطعم شويه، ولان كده كده عندي، يعني عندي البستر كريم والكريمه اللباني. الكريمه المتحده يا جماعه بترمي معاكي في الكميه وكده. فهنا كده هضرب بقى الكريمه لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاه، واركنها على جنب واشوف هعمل ايه تاني. تنسيش لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب بعود الايام بخير على الجميع يا رب. كده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي، هركنها على جنب واشتغل في حاجه تانية. ده شكل الكريمه اهو، ندخلها بقى التلاجة عشان ما تفكش مننا لحد ايه، لان المطبخ لما بيبقى البوتاجاز شغال فيه كذا حاجه الحاجه بتسيح. بعد كده هنعمل بقى كريمه تاني بس بالمانجا. ضربت شويه مانجا في الخلاط، بميه بسيطه جدا علشان خاطر ما تبقاش خفيفه وكده. احط لها نص كوبايه كريمه وهضربها، ابتدي ازود بقى تدريجي كده العصير اللي انا هعوزه. دي الكنافه شفتوا طلع كلها نفس اللون الذهبي، مفيش واحده محروقه مفيش اي حاجه. يكون عندك مج الا ربع شربات او نص مج تبتدي تسقي بيه. والشربات كلها بنعرف نعمله كوبايه ونص سكر قصادها كوبايه ونص ميه، نص ليمونه بتحطيه على البوتاجاز وتسيبيه مع نفسه كده ايه، يعني ياخد ويدي لحد تحسي ان هو مش تقيل قوي، عشان لما تحطيه على الكنافه تفضل مفلفله ما تبقاش تقيله. الشربات لما بيبقى تقيل جدا بيخليها تبقى عامله زي الناشفه، يعني اما تدوسي عليها كده تبقى حته احنا عايزينها عامله زي البسكويت ناعمه. بعد كده خلاص قلبت بقى الكنافه بالشربات، اجيب بقى الصينيه او القوالب او ايا كان الحاجه اللي احنا هنشتغل فيها، الكاسات اي حاجه يعني. انا اشتغلت في كذا حاجه عشان اوريكم الشكل بتاعهم. فهنا كده جبت الصينيه فردت فيها طبقه من الكريمه الساده، وبعد كده هنزل عليها بالكنافه. خلاص. فانا بعمل طاجن وصينيه يعني والعلبه عشان اوريكم الشكلين. نسويها بس كويس عشان خاطر الطبقات ما تطلعش مش مظبوطه، عشان شكل كمان التقسيمه لما تيجي تعدي الطبقات تلاقي شكلها واضح وكويس. بعد كده بقى نفرد كده طبقه الكنافه. شفتوا هي مفلفله ازاي، يعني حط لها الشربات ولسه مفلفله ما اتكبستش في بعضيها وكده واتكتمت. بعد كده احط طبقه كريمه تاني اللي هي بالمانجا، واحط بقى كام قطعه مانجا كده في النص، علشان اللي هو الكنافة بقى بتضطر من الحاجات دي كلها، السوائل اللي في الكريمة مع السوائل اللي في المانجا وكده تخلي الكنافة يبقى طعمها حلو، عاملة زي الحاجات اللي هي ايه، مش عارفة اوصفها لكم، بس هي عامة جامدة اخر حاجة يعني. فهنا كده حطيت طبق الكنافة تاني فوق المانجا، وبعد كده احط كريمة، بعد كده احط لهم بقى مانجا من فوق اللي هي القطع دي. في ماركتات كتير الناس اللي مش عندها مانجا، في الماركت فيه بتبقى المانجا شرايح جاهزة متقطعة وكده، ممكن تشتري منها. شوفوا بقى الطبقات بتاعتها، كريمة، كنافة، كريمة، كنافة، كريمة، وفي مانجا في النص ومانجا على الوش. نبتدي بقى نخلص بقى الكمية بتاعتنا، طبعا فاض بقى كنافة وفاض كريمة وحاجات كده، فحبيت ان انا اعمل ايه شوية كاسات كمان احطهم في التلاجة. بتغطيها بستريتش وبتدخليها التلاجة عادي ما بيحصلهاش اي حاجة يعني.
كل ما بتقعد اصلا، يعني الحاجات دي المفروض تعمليها قبلها بيوم. يعني انت عايزه كنافه النهارده تعمليها قبلها بيوم، بتبقى طعمها وشربت بقى من الكريمه والمانجا والحاجات دي، بتبقى جميله جدا. لكن الكروته بقى لا، مش حلوه. يعني دايما حتى لو عندي مناسبه او عندي عزومه او كده، بشتغل في الكنافه قبلها بيوم وبجهزها، وببقى ارتحت من صنف الحلو اللي انا هقدمه. متنسوش بقى الاشتراك، لو معايا لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. ده بقى شكل الكاسات بتاعتنا، جميلة جدا جدا يعني. استناكم في فيديوهات جاية، وجربوها وقولوا لي الطريقة اكتبوا لي تعليق قولوا لي عملتوا ايه. شكل بقى دي الكمية اللي انا عملتها، ما شاء الله نص كيلو عمل كمية حلوة يعني.